ولادك بيحبوها، بس بتيجي تشتريها من بره، الولاد بيشتروها من بره بتبقى مضرة للصحة، وكله بيتكلم عليها وبيقول بلاش 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 بلاش. تعالي اعمليها لهم في البيت كده بنفس الطريقة، واطعم واحلى كمان مليون مرة من بتاعت بره، وصحية، يعني بطريقة صحية، بتعملي لهم حاجة طعمة بطريقة صحية. هنا عندي ده نص كيس مكرونة سباكيتي، وسلقته في المية وصفيته وما غسلتهوش زي ما انتم شايفين كده، صفيته وما غسلتهوش. وهنا عندي مية تانية مغلية على النار. لو عندك شوربة ماشي، انا كان عندي شوربة اللي هي المرقة. ما عندكيش اعملي بمية بس. وهاتي طاسة وحطيها كده على النار زي ما انت شايفة بالطريقة دي، وهنحط فيها التوابل دي، معلقة بهارات اللي هي عليها كركم وكاري، وبهارات دجاج اللي هي بهارات فراخ، ومكعب مرق الدجاج، وشوية بصل بودر، وشوية ملح صغيرين، وشوية فلفل. ليه بقى؟ لان انا حاطة مرقة، فعلشان ما تبقاش حادقة مني. وهتحطي معلقة زيت وهترمي فيها التوابل بالطريقة دي، يا دوب تتشوح وتنزليهم عليها. بصوا بقى، يا دوب البهارات دي تتشوح بس كده، ماشي، ما خدتش وقت اهي. بس عشان تحطي الطشه دي بتدي بقى ريحه كده وطعم ايه، تحفه 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 جنان. بس كده مش اكتر من كده. ونزلتها على الخليط كده زي ما انتوا شايفين، زي طشه الملوخيه بالظبط. طلعت معايا بالشكل الجميل التحفه ده. طبعا انا سلقه المكرونه اول مره نص سلقه بس، عشان بعد كده خدت غلوه كمان. وبصوا طلعت معايا احلى اندومي تعمليها لولادك في البيت، احلى. بصوا من الاندومي بقى بتاعت بره، ولا مضره ولا فيها اي حاجه. بصوا طلعت تحفه. هتقولي لي الشوربه بتاعتها غامقه ليه؟ عشان انا مزوده البهارات شويه عشان تطعمها. انت تقدري، مالك بيقول لكم حطوا لايك، انت تقدري تقللي من البهارات شويه، هتطلع معاكي برضو نفس الطعم. بس بصراحه طعمها جنان. انا ما بحبش الاندومي ومش باكلها، بس قررت ان انا اعملها في البيت بالطريقه دي عشان ولادي. عجبتني جدا جدا وطعمها كان جميل جدا. وولادي بقى يقولوا لي طعمها احلى من الاندومي يا ماما الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره، الاندومي ده احلى بكتير. جربي تعملوه لهم في البيت عشان ما يبقاش فيه ضرر عليهم. واللي وصل معايا هنا ما ينسوش يصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك وانا معاك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا لي متابعه. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.